ماشي، يلا نبدأ الانبوكسنج يا جماعة. بسم الله. جبنا مايك جديد يا جماعة، مايك بتاع البودكاسترز المشهور بلو ياتي. مش عارف انتوا لو ليكوا في المايكات ولا لأ، بس يعني ده من المايكات المشهورة فشخ. متحمس جدا ان انا استعمله، بس انا هعمل له انبوكسنج بس النهارده ان شاء الله. بكره بقى نبقى نستعمله، او في الستريم الجاي نستعمله، علشان السيت اب بتاعه. افتحك منين يا جدع؟ اوكي، اظن من هنا. يا جماعه مش عارف اوصف لكم هو قد ايه تقيل. ماشي، سلك طبعا، كتالوج اهو. شكل المايك. مبروك يا باشا، الله يبارك فيك يا سمرة. ماشي، انا شايف المايك، يا لهوي على الفخامه، يا لهوي تقيل فشخ. ثانيه واحده، حاسس ان انا بشيله بطريقه غلط اهو. ايه اوف، تقيل فشخ يا لهوي. انا البتاع ده اكيد مش هعرف يشيله. يا للهول، بسم الله. يا لهوي ايه الفخامه دي. ثانيه واحده بس عشان تبصوا مقارنه بالمايك ده، فرق الحجم مش طبيعي. اظن القعده بتاعته تقيله، لو فكيته من القعده هيبقى خفيف. لا احنا نجيب دكتوره منى تغني، والله منى انا محتاجها تغني في المايك ده. بقول لكم ده بتاع البودكاست اصلا، لما يبقى في بودكاست واتنين مثلا بيتكلموا هو ده اللي بيشغلوه. بس كده يا جماعه، انبوكسنج سريع للمايك الجديد بلو ياتي. ايه ده، انتوا هتنبسطوا جدا بصوتي. هبقى اعمل لكم ايه يا سمار. دلوقتي احنا بنتكلم من المايك الجديد يا جماعه. حاسين بفرق في الصوت؟ طمنوني. فرق حلو بس مش فرق كبير فشخ. المهم ده اللي عايزه كده. الكلام سامعيني حلو كده؟ ايه رايكم في المايك الجديد يا جماعه؟ ممكن اعمل ايه يا سمار بقى وانا باكل وانا بشرب الكلام ده كله؟ ثانيه واحده.